السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نانسي سعيد وكارت أحمر، أتمنى يكون الجميع بألف خير. اتأخرت عليكم كتير. أولا يعني معلش كان في شوية حاجات كده عندي يعني شخصية الفترة اللي فاتت. ثانيا من يومين ثلاثة كده أنا كنت متابع جيد ومستمع فقط لكل ما يدور بالأخص في النادي الأهلي. طبعا الحدث اللي شغل الساحة الرياضية 3 أيام اللي فاتوا هي صفقة وسام أبو علي. وقد ايه يعني كل حاجة من حيث الفنيات، هو لاعب ازاي، البرومو بتاعه اصلا عمل حالة من الجدل رهيبة. الاهلي لخص مدى تضامنه مع القضية في اقل من دقيقة ونص من هذا البرومو. فكنت يعني عندي شغف اني اسمع قوي الناس ورد فعلهم، وخصوصا من بعض البلوجرات الزملكاوية المحترمين اللي بيتكلموا بانصاف، لان فعلا لا، الاهلي بيعمل عظمة في كل شيء. الاهلي اللي اللعيبة بتاعته اللي كل ما تسجل بتتضامن مع القضية. يعني اللعيبة اللي بيلعبوا فين، الاهلي بيروح يلعب فين، مع احترامي ليك كجمهور لأي فرقة بتتضامن تلعب محلي تلعب فين. الاهلي بيروح يتضامن مع القضية في الدول اللي معتمة على القضية، وده أبسط دور عربي لأي مؤسسة أو حتى فرد. فالواحد استمتع 3 أيام اللي فاتوا باللي شافه واللي بيشوفه، وبكرة هتشوفوا وسام أبو علي اللي الناس بتشكك في الصفقة وبيقول لك مش عارف ده لعيب ايه ولعيب ايه، بس هو بس يلعب كده اساسي. وانا شايفة يعني انه هيبقى من افضل اللعيبة اللي موجودة ومن افضل الصفقات اللي جت الموسم ده، طبعا بعد صفقة امام عاشور للامانة، ومن انجح الصفقات. ويمكن وجوده يحرك مودست شوية، يعني مودست بدأ يندع كده، وان شاء الله هيبقى في خط هجوم قوي في النادي الاهلي. ورجاء لبعض يعني الناس اللي شاغلين دماغهم بالاهلي، طبعا هم معروفين جماهير الزملكاويه المحترمين على دماغنا، بعض الجماهير المتعصبين. عايزه اقول لكم ان الرموز بتاعتكم بقى عندها فقر في انها تدور على حلول للمشاكل اللي بتواجه النادي. واحنا في الانتقالات الشتوية القيد مقفول، مش هيعرفوا يجيبوا لعيبة، فبيبدأوا يشغلوا الجمهور بقى بأي حاجة. ايه هي؟ ان احنا فينا عيوب، فانا عشان خاطر اداري عيوبي ابدأ ازم في اللي قدامي واشغل نفسي بيه علشان خاطر ما اشغلش نفسي بعيوبي. ولكن ما بيدوروش على حلول للأزمة، ما بيدوروش على حلول مع الإدارة اللي الله يكون في عونها اللي موجودة علشان يعدوا بالنادي ده بر الأمان. وفي اعتقادي الزمالك هيفضل كده الموسم ده، ومش هيقدر انه يجيب صفقات او حد، لان القيد شكله كده مش هينتهي. الانتقالات الشتوية هتعدي والوضع هيفضل كما هو عليه. شابوه للأهلي، احنا بنتشرف ان احنا منضمين للكيان ده، لانه فعلا كيان يشرف بانجازاته بكل خطواته باحترامه. الاهلي اعظم نادي في الكون فعلا.
نخش بقى في مواضيع حلقتنا. الاهلي حسم وبشكل رسمي صفقة عمر كمال عبد الواحد. طب مقابل ايه؟ قال لك مقابل الحصول على خدمات 3 لاعبين من النادي الاهلي، وده ضمن الصفقة، وهما محمد زعلوج وعبد الرحمن رشدان وكباقة. الاهلي ما دفعش، عشان بس الناس اللي بتقعد تعد اللي داخل واللي خارج على الاهلي وجاب منين وودى فين. الاهلي ما دفعش اي مقابل مادي في صفقة عمر كمال. هو في المقابل اتمام الصفقة هو فيوتشر خد 3 لاعبين شباب ان شاء الله. طبعا يعني هم مشاركاتهم مش كتير، فالنادي الاهلي قال هم هيروحوا فيوتشر هيلعبوا هيكتسبوا خبرة، والاهلي حط شرط انه من حقه انه يستعيد زعلوج او كباقة في اي فترة انتقالات، طبعا بعد موافقة فيوتشر. تمام. كان في الفترة الأخيرة اتردد إن كان في مفاوضات مع فيوتشر من جانب طبعا الزمالك على عمر كمال. الأستاذ وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر طلع ونفى الكلام ده وقال مفيش تفاوض مع الزمالك بخصوص عمر كمال. تمام، عشان الناس ما تجيش بعد ما الأهلي تمم صفقة عمر كمال يقول لك الاهلي بيخطف لعيبه وبيخطف صفقات الزمالك والهري ده. الراجل طلع وقال اصلا الزمالك ما تفاوضش معايا بشأن عمر كمال. زائد ان عمر كمال اصلا ليه رغبه في اللعب في الاهلي، ونحط على ده ان القيد موقوف في الزمالك، وكل مفاوضات الزمالك دلوقتي لو في مفاوضات في الوقت الحالي فهي بتسير بشكل شفوي. يعني حضرتك بيروح كده عايز تلعب معنا في الزمالك، شغل كله جس نبض مش اكتر. طيب طب ماشي يبقى انت لو عايز تلعب خلاص، لما ان شاء الله ربنا ييسر كده وايقاف القيد ننتهي منه هنتكلم بشكل رسمي. هو ده الهري اللي حاصل دلوقتي في نادي الزمالك. لكن على ارض الواقع الزمالك ما يقدرش يتفاوض مع اي لاعب، لا عمر كمال ولا مع غيره ولا مع ناصر ماهر ولا مع اي حد. القيد موقوف، ما هيتفاوض بناء عن ايه؟ واعتقد زي ما انا قلت ان ازمة الزمالك دي بالرغم ان هي في طريقها للحل، بس الكلام ده يعني انا شايفاه ان هو ممكن يحل. بس انا شايفه ان الموسم يعني الانتقالات الشتويه دي هتعدي بلا اي صفقات جديده للزمالك. ولكن بعد الاعلان بتاع الزمالك اللي بيقول ان من ضمن 14 قضيه الزمالك كان عليه 14 قضيه اللي هي تسببت اصلا في وقف القيد، تم الانتهاء من 12 قضيه. يعني رؤساء او رئيس نادي الزمالك دلوقتي بالاداره الجديده قدروا ان هم يحلوا 12 قضيه اللي هم اصحابهم هم 8 اطراف. ال 12 قضيه فيهم 8 اطراف، وباقي طرفين جاري التفاوض معهم علشان نحل بقى الازمه بشكل نهائي. فعلى الله. ولكن انا من رايي لا، الانتقالات الشتويه هتعدي على الزمالك بدون اي صفقات جديده او بدون اي جديد. كمان اعلنت اداره الزمالك، يعني انا مش عارفه والله بس الخبر ده مؤسف بالنسبه لي. اداره الزمالك اعلنت انها قبلت التبرع المقدم من مستشفى الناس لانشاء وتشغيل مركز طبي بالنادي لخدمه الساده الاعضاء، وحط تحت الاعضاء دي 70 خط، والعاملين بالنادي. وموضوع تبرع مستشفى الناس ده يعني انا شايفه انه موضوع في منتهى الغرابه. يعني انا مش عارفه ازاي مستشفى خيري قائم، يعني مفروض ان الجمعيه بتاعت مستشفى الناس هي مفروض جمعيه، هي في الاصل جمعيه بتلم التبرعات
علشان مصابين الحروق، لبعض المواطنين الغير قادرين. وانتوا عارفين طبعا الجهات دي بتبقى معموله ليه. هتعمل تبرع للنادي الزمالك عشان يعملوا يعني مركز طبي جوه النادي عشان خاطر الاعضاء اللي حطينا تحتها 70 خط من شويه والعاملين. هو حضرتك الاعضاء دول يعني متعثرين قوي لدرجه ان انت تعمل لهم مركز طبي متجمع من تبرعات الناس؟ يعني انا واحده من الناس لما باجي اتبرع لجمعيه زي دي بتبرع عشان خاطر مواطنين مصريين غير قادرين، لكن حضرتك رايح تعمل بيها مركز طبي في قلب نادي الزمالك لاعضاء بيقبضوا بالملايين. معلش، طب العاملين ماشي، عاملين غير قادرين، في عاملين في النادي بسطة، بالرغم ان مفروض ان النادي بيوفر لهم تأمين صحي واجتماعي، ولو مش قادرين ما هو في منظومة في الدولة اسمها تأمين صحي شامل. لكن حضرتك ايه لازمة اللي حصل ده؟ انا مش شايفة انه ليه اي 60 لازمة للأمانة. وعموما انا معرفش يعني الموضوع كله على بعضه بالنسبة لي غريب وعلقت عليه، والله المستعان.